المحلبية التونسية ديسير تونسي بنين على الاخر، نعملوه خاصة في ليالي رمضان. ان شاء الله اليوم تشوفوا معايا الوصفة الزبنية كل تفاصيلها ويجي بنين على الاخر. دونك اول حاجة خديت كيس باش نكيل بيه، كيس روز عليه 6 كيسين ماء. بالنسبة للروز لازم تاخذوه روز الابيض الصغير يكون مغسول. حطيت عليه 6 كيسين ماء ورشة ملح ونحطوه على نار هادية نخلوه يطيب وكل مرة نحركوه شوي. بالنسبة للكميات راهم مضبوطين وتجيكم القوامة متاعها طيارة على الاخر. من بعد ما يطيب الروز بالباهي باش نضيف عليه 2 كيسين حليب، نفس الكاس اللي قصت به الروز وقصت به الماء باش نقيس به الحليب، ونعمل ضربه بالمكسور. سينو تنجموا تعصدوها تعصيد باش من بعد الكعبه تجينا مكسره شوي ونتحصلوا على قوام كريمي. كملوا نحركوا المحلبيه، بالطبيعه ما لازمناش نقصوا وقت اللي نحطوا الحليب، نبدو ديما نحركوا. من بعد باش نزيد حليب محلى مكثف، هي الوصفه بالسكر لكن عندي حليب محلى مكثف فعوضته بالسكر. وبالنسبه لكميه السكر 8 مغارف كبار سكر وزوز مغارف كبار مع عطرشيه. ونكملوا نحركوا للتيب المحلبيه. وقت الصي المحلبيه متاعنا بقبقت صي راهي طابت، نصبها في صحافي ونستناها للي تبرد. من بعد نزينها، حطيت رشه قرفه ورشه صغيره فستق. سينو تنجموا تزينوها بالفاكهه اللي تحبوا، زبيب اي حاجه. وهكا نتحصلوا على ابن محلبيه تونسيه. ان شاء الله وصفه اليوم عجبتكم، وتوا مبقى كم باش نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شهيه طيبه وبسلامه.